نعم، لابد من دعم الشعب المحاصر في غزة، يقتل ويباد ويروع ويشرد في البلاد، لابد من دعمه. بماذا؟ لا بأس من إقامة مبارياتين تحشد لها الجموع الهاتفة متعصبة نائقة كالحمير صاغبة وناهقة، ثم نأخذ الأموال لندعم الشعب الذي تراق دماؤه ويهتك عرضه ويروع في الصباح وفي المساء. لا يطعم جفن أحد منه لحظة من غمض لها من أعصاب محروقة كالأرض المحروقة. ولا بأس أيضا من دعم القضية وإعانة المنكوبين، من إقامة حفلة أو حفلتين لمغنية أو مغنيتين أو لراقصة أو راقصتين، ثم تجمع الأموال من الشعب الذي يرى ويرقب وتتحرك فيه الغرائز ما لا تتحرك في الحيوانات، لتجمع الأموال بعض لكي تصب في الأيدي الممدودة والأفواه الفاغرة المفتوحة، ولكي تذهب إلى المائدات التي قتلها الجوع ومزقها. لا بأس أن يجمع من بغاء، لا بأس أن يجمع من حرام واغتصاب، لا بأس. ثم لننم بعد وقد خرت منا العيون وهدأت منا النفوس، ألم ندعم القضية؟ لا يمكن أن يدعم القضية أمة مؤخرة فلانة من الراقصات عندها، أمة مؤخرة الراقصة فلانة عند جموع أبنائها أهم من مقدمة ابن الصلاح أو من مقدمة ابن خلدون. لا يكون قضية العقيدة معركة الاعتقاد. طهروا اعتقادكم من أدران الكفر والبدعة والإشرار، كونوا جند محمد ينصركم الله.